السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى احوالكم تكون كلها بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طبق ديال الدجاج بواحد الحشوه وواحد التتبيله كيجي بنين بنين بزاف، ما تشبعوش منه. ورافقته هنايا بالخضر. تقدموه هكاك للضياف ديالكم، الاحباب ديالكم. تبعوا معايا الفيديو الى عجبكم، ما تنسونيش من لي لايك، كذلك بارطاجوا مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. شوفوا هنا ما شاء الله الدجاج راه كيجي بواحد البنه كيف قلت لكم. غير تبعوا معايا الفيديو وفرجه ممتعه. ونبداو بسم الله على بركه الله. هنا عندي دجاجه اللي بطبيعه الحال غسلتها مزيان بالملح والحامض واستقطرتها ليله كامله. بالنسبه للتوابل عندي معلقه صغيره من سكينجبير، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من التحميره، معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه من الابزار، وثلاثه ضريسات ديال الثومه، ونص حامضه مسيره، ودويمه ديال الزعفران، دويمه السمن، وكذلك زعفران شارع. عندي معلقه كبيره من المطارد، نص كاس ديال زيت الزيتون، عصير نصف حامضه، وربع كاس من الماء. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. كنضيف ديك التوابل، كنضيف عليها زيت الزيتون، كنضيف ليها داك ربع كأس ديال الماء وعصير نص حامضه. انا اخواتي بالنسبه للملح راه ما كنضيفوش نهائيا، لان كتعرفوا عصير نص حامضه ولا الحامض مصير راه كيكون مالح، وغسلناها كذلك بالملح مزيان. يعني ما كنضيفش نهائيا الملح باش ما يجيكمش الدجاج ديالكم ملح. صافي كنخلط هاد المكونات كامله مع بعضها. وكنشرملو الدجاج ديالنا، يعني كتشرملوه مزيان مزيان، يعني كتشرملوه هكاك من الجوانب، تدخلوا يديكم هكاك باش تدخل ديك لافاغس كلها. انا من بعد ما كنشرملو الدجاج ديالنا مزيان، المهم كتوضعوا واحد ثقوف الدجاج باش هكاك تشرب لينا ديك الشرموله. هنا خليوه تقريبا ليله كامله. كنتو زربانين يمكن لكم تخليوه ساعتين ديال المكانه، راه كافيه، راه كيكون الدجاج ديالنا تشرب. انا دائما في الجوانب كندخل ديك الشرموله مزيان مزيان. صافي هنا كنغطيه بواحد البلاستيك غذائي. كيف قلت لكم خليوه ليله كامله ولا خليوه ساعتين ديال المكانه الا كنتو زربانين. انا غادا نحضر معكم الحشوه. هاد الحشوه اللي غادا نحضر معكم عرفتي شحال كتجي لذيذه، ان شاء الله تجربوها. راه واحد المذاق راه ما نقولش لكم. عندي هنايا الشعريه الصينيه، استعملت شعريه الارز وعملت باكيه ديال الشامبينيون اللي كنكونوا قطعناها هكاك قطع صغيره. كذلك عندي الزيتون خضر مقطع، عندي نص حامضه مسيره، والقزبور معدنوس هنا تقريبا واحد 2 معالق هكا كبار. وهنايا ضفت هذيك شويه ديال العطريه، تقريبا واحد المعلقه كبيره اللي خليت ديال ديك لافارس ديال الدجاج، كتخليوها تقريبا واحد شويه هكا على جنب. صافي هنايا ضفت ليها شويه ديال التوابل، شويه ديال السكينجبير والكركم، وشويه ديال الابزار. الملحه ما كنضيفهاش، كيف قلت لكم ذوقوها. جاتكم شويه ديك لافارس مسوسه، ضيفوا ليها شويه الملحه. انا ما ضفتش نهائيا الملحه، وهكاك راه جا هو هذاك في الملحه. صافي كنعمر الدجاجه ديالنا كيف لاحظتوا معايا.
صافي كناخد المول اللي غادا ندخل الفرن. عملت له بابي ألمنيوم وورق الطهي. صافي كنلفو بهذا الشكل هذا، يعني كنغطيو ديك الدجاجة كاملة وغادا ندخلوها الفران على درجة حرارة 180 درجة. كتشعلوا الفران ديالكم في الاول وكتدخلوا الدجاج كتخليوه حتى كيطيب ليكم. باش كتعرفوا اخواتي الدجاج ديالكم طاب، كتسكوه بواحد الكيغدون، الا بدا كيخرج الماء راه مازال ما طاب، خليوه حتى كيطيب. لقيتو تكيتو بداك الكيغدون ولقيتوه راه ناشف، يعني راه صافي طاب، كنعري عليه، كندهنو غير بشويه ديال الزبده وكنقص درجه الحراره من الفوق وكنخليه حتى كياخد داك اللون الذهبي ديالو، حتى كيتحمر لينا. صافي هنا من بعد ما كيتحمر لينا الدجاج كيف لاحظتوا معايا، كناخد طبق التقديم، نحطو، عرفتي راه ما نقولش لكم واحد المذاق ديال هاد الدجاج، راه واحد البنه فيه، ان شاء الله تجربوه. صافي هنايا رافقته بالخضر، يعني خضر سوطيتها. هنا وضعت شويه ديال اللوبيا. هنا كنضيف ليها الجزر حتى هو اللي سلقته في الماء، وكناخذ هكاك واحد المقيله كندير فيها شويه ديال الزبده، شويه ديال زيت الزيتون. كذلك كنوضع عليها القزبر المعدنوس، شويه ديال عصير الحامض، شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار. صافي كتخليوها هكاك كتشحر لكم غير دغيا دغيا واحد 2 دقائق، وكتقدموها هكا في طبق التقديم. يعني راه كيجي رائع، تقدموه لضيافكم لحبابكم. وهنا كنضيف البروكولي. كيف لاحظتوا معايا حتى هو يعني سلقته في الماء. هنا الجزر راه ضفت ليه بودره ديال الثوم، نسيت ما قلتهاش ليكم. صافي هنا نحط ديك الخضر عفوا. هنا كناخد عاود البطاطا اللي كنقطعها بالقشره ديالها، كنديرها في واحد المول بطبيعه الحال اللي كنكون عملت ليه ورق الطهي. صافي كتعملوا ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال وكنضيف ليها بودره ديال الثوم، كذلك الملحه، الابزار، كتضيفوا الاعشاب المنسمه وشويه ديال زيت الزيتون، كتدخلوها الفران كتخليوها حتى كطيب ليكم. وهذا هو الطبق ديالنا، هذا هو الشكل النهائي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لي لايك، كذلك بارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. شوفوا الدجاج ما شاء الله كي طيب راه ما نقولش لكم، وكذلك ديك الحشوه راه بنينه بنينه ما تشبعوش منها. جربوه وخليوا لي ان شاء الله تعليقات ديالكم، وشكرا لكم على حسن التتبع والمتابعه، ونشوفكم إن شاء الله في وصفات مقبلة بحول الله.